قصة ولد الطيب يا محمد كامل اللي هي كالآتي. ولد الطيب كان مريض برفقة خاله محمد، فلما مشى المستشفى بعد ما فحص وأخذ العلاجات تحسن من حاله القبل، وخاله طبعا يعني متقدم في السن شوية من الخمسينات وليه فوق، واتفاجأ بجمال الدكتورة بيقول لها يا البيك يا منك من أخذ الجراح جيحنا طيبت المريض ومرطيه نصيحنا، بعد ما سكرنا الباب اللي بيجيب ريحنا عقبال نقرت الوتر اللي بيعرض فوقه كسيحنا. هنا الولد بيقول لها يا دكتور يا البيك بيشفي صغيرنا مسيطر على القلوب ومطيعاه لعيننا، خالي بيه شيخناه وبقيناه زعيمنا بشوف الليل الصبيان وانضم ليه تيمنا. ده كله ما بداخل سرقة الطيب. لك التحية.